حبايبي الغاليين، فيديو جديد من القناة عن مسلسل أقدار الزواج. تعالوا نبدأ الفيديو عشان نشوف تفاصيل الخبر. في البداية حابة أعرفكم إن في خبر نزل بيقول إن هيكون في قفزة زمنية في مسلسل أقدار الزواج ومسلسل برنيتي قريبا جدا. أما بخصوص حلقة يوم 29 ديسمبر من مسلسل أقدار الزواج، الأحداث طبعا كانت قوية جدا وكانت رائعة، وفي تقدم كبير جدا في الأحداث بعد معرفة رنبير الحقيقة ومواجهة ريا وعليا بالحقيقة دي أمام الجميع. طبعا هم انصدموا، ولكن الخطة اللي هيعملها رنبير أقوى بكتير من خطط عليا وكمان ريا. طبعا خطة رنبير هتفسد كل أعمال عليا وريا، وطبعا هتخليهم ينصدموا، لأن اللي هنشوفه في الحلقة الخاصة بيوم 29 ديسمبر ريا هتفتكر إن سيدهارت هو اللي موجود بجانب براتشي في منصة الزفاف، وهتقول بارك الله فيكما، كونوا سعيدين دائما وابتعدوا عني. ولكن هيتضح ان اللي موجود هو رنبير مش سيدهارت، لانه هيرفع الستار عن وجهه وهيكشف وجهه وهيقول لريا في الواقع يا ريا انت الان بعيدا عن كلانا، انت خارج حياتنا. وطبعا في بعض الصور اللي نزلت لرنبير وصل لمكان مهيكا، وطبعا هو اللي هينقذها، وطبعا بكده هيكون اتكشف السر الخاص بريا وعليا، وطبعا مش هيكون ليهم اي لزوم، وهتعود الحياة بين رنبير وباراتشي وهيعود الثنائي، وطبعا هيكون ليهم حفل زفاف رائع جدا بعد كشف الحقيقة. وطبعا هيكون الزواج هيكون حفل الزفاف ومنصة الزفاف، والعهود اللي هياخدوها هي رنبير وباراتشي فقط. وطبعا هتكون صدمة كبيرة وقوية جدا لعليا وكمان لريا. دي احداث حلقة يوم 29 ديسمبر. اتمنى الاحداث تكون عجبتكم، واتمنى انكم تشجعوني عشان استمر في تقديم كل جديد ليكم، وسيبولي في الكومنتات ايه مسلسلات حابين ان انا انزل عنها. شكرا ليكم على المتابعة.